في الفيديو دلوقتي هكلمكم عن تاني غلطة عملتها وانا بعمل مشروع الكيتشن بتاعي. دخلت قلت بقى اشوف المطابخ التانية بتبيع بسعر كام عشان ابيع زيها او اقل منها كمان. الموضوع ده غلط لسببين يا جماعة. اولا، شايفين صينية المكرونة بالبشاميل دي قد ايه؟ طبعا انا دخلت مثلا على كيتشن، لقيت كيتشن بيبيع المكرونة بالبشاميل ب100 جنيه. رحت عاملة صينية المكرونة انا بقى ب90 جنيه. يلا. طبعا ده منتهى الغباء ومنتهى يعني اللا اخلاقية ان حد يعمل كده. انا يعني بصوا انا بوصف الموضوع ازاي. الغباء في ايه؟ ان انا ما شفتش المطبخ التاني ده صينية المكرونة بتاعته اللي ب100 جنيه دي قد ايه. اكتشفت بعد كده ان انا عامله صينيه كبيره زي حضرتك كده، مش عارفين نجيب اولها من اخرها من الكاميرا. صينيه تاكل 8 افراد. انا ببيعها مثلا بالمبلغ ده. اللي عامله التانيه ب100 جنيه دي بتبيع صينيه صغيره بتاعت فردين. فطبعا انا بقيت قاعده عندي ذهول، طب ازاي دي بتبيعها ب100؟ طب ازاي بتعمل كذا؟ طب ازاي كذا؟ طبعا انا كنت في حاله ذهول. ما هو انا بقى عشان اعمل صينيه كبيره زي دي انا عايزه لي مثلا على الاقل 3/4 كيلو لحمه يتحطوا فيها. عشان اعمل صينيه زي دي عايزه لي 2 كيلو لبن. عشان اعمل صينيه زي دي محتاجه مكرونه اكتر. طب هي ازاي ده؟ اذا كان نص كيلو اللحمه اصلا بال100 جنيه كلهم، كان في الوقت ده يعني نص كيلو اللحمه بال100 جنيه كلهم اصلا يعني. فدي كانت غلطه، ده غباء. انا ما شفتش هي بتبيع كام، ما شفتش مقاس الصينيه، ما شفتش الخامات اللي هي مستخدماها. في ناس ما يعني معظم البشاميل ده ما بيبقاش لبن، بيبقى شوربه. في ناس تانية بتعمل اللحمة بكمية صغيرة جدا، بتنقط كأنها بترش اللحمة، مش حاطة كمية لحمة محترمة. فده طبعا كان منتهى الغباء. في الفيديو اللي جاي هقول لكم ليه اللا اخلاقية، ليه ده مش كويس ان انا اكون بنافس حد يعني برخص عنه في الاسعار كمان. اهم حاجة بس اعرفوا ان ما كانش صح ان انا اروح احط اسعار زي غيري وانا مش عارفة غيري بيعمل الحاجة ازاي. هو بيبيعها رخيصة لان هو ما بيكلفهاش زي ما انا بكلفها. ده اختصار الفيديو ده.